كتب للغد الأردنية مفاوضات سورية ثلاثية للتقسيم. قال الرشواني في مقاله إنه سواء أضيفت إلى وفد المعارضة السورية الذي سيوافد أو سيفاوض نظام الأسد في جنيف الأسماء التي تطالب موسكو بوجودها أم لم تضف، فإن هذه المفاوضات ستظل ثلاثية ولو من دون حضور مباشر للوفد الثالث المصنف معارضة أيضا. أضاف الكاتب أن الحل الذي يجري تطبيقه هو التقسيم الذي ربما يحتاج فقط إلى مفاوضات تمنحه الشرعية السورية بعد الشرعية الأمريكية الروسية القائمة. انتهى الرشواني إلى أنه ليس هناك خلاف بين روسيا والولايات المتحدة بشأن مستقبل سوريا، لأنه لم يكن هناك خلاف بينهما منذ بدء الثورة السورية، وهذا سيناريو أستاذ محمد ضيفي من الرياض يعني يتم الحديث عنه منذ البداية، وهو يندرج تحت نظرية المؤامرة، الاتفاق المسبق، ما يجري تحت الطاولة. نعم أخي الكريم، بشكل عام يعني وأنا أستمع إلى هذا المقال وأنت تتحدث عن سوريا وربما عن روسيا ودورها في محاولة فرض بعض الأسماء، وأيضا نقرأ الدور الإيراني ونقرأ الدور الأمريكي. في الأخير كل هذه الأدوار الموجودة من قبل هذا أنا أسميه حلف، وإن كان يعني تختلف مصالحه بشكل عام، لكن كل هذه الأدوار الموجودة لا تنظر أبدا لمصلحة الشعب السوري ولا تنظر لمصلحة هذه المنطقة ولا حتى المعارضة أستاذ محمد. لا، أنا أتحدث عن الأدوار الدول هذه فقط، أما المعارضة دور آخر. هناك معارضة مصطنعة وهناك معارضة حقيقية. هذا ما ذكره في مقاله الكاتب، هناك معارضة مصنعة، ولكن عندما نتحدث عن أن المعارضة ما زالت حتى هذه اللحظة تنظر إلى نفسها بأنها ضخمة أو لها القدرة يعني بأن تضع شرطا بأنها لن تذهب للتفاوض، يعني يطرح الكاتب أيضا هذه الزاوية بأن ليس لها هذه الرفاهية على الإطلاق، أليس هذا صحيحا؟ نعم هذا صحيح. يعني حينما تقرأ واقع المعارضة السورية، حتى ليست المعارضة المصطنعة، المعارضة الموجودة حقيقة، حالة الخلافات والتشظي هي التي أوقعتها في مثل هكذا قرارات قد لا تقبل حتى على مستوى الواقع يعني. ولذلك هي إذا كانت تتحدث بمجمل مسمياتها قد تصنع شيء من الضغط والقوة، لكن بشكل عام لا زال المجتمع الدولي يتعامل مع النظام السوري كنظام شرعي، وهذا للأسف يعني وشيء غير معقول وغير واقعي رغم القتل والاستهداف المباشر الدائم. المشكلة أنا أقول لك وأعيدها دائما إلى أن مصالح المجتمع الدولي بشكل عام لا تتوافق دائما مع مصالح